وازيكم يا اصدقاء، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طبعا يا اصدقاء كده معلش طولت عليكم كده، بس كنت بحضر لكم كده شرح كده حاجه جامده وكلكم طالبينه مني حرفيا يا صديقي. كده في اغلب الناس منكم طالبين مني نسخه توثيق وكشف الارقام، هل الارقام مثلا محظوره اما لا، زي كانت نسخه اعمال توثيق مش اكتر. تمام، فنزلت لك بنسخه كده يا صديقي، نسخه طبعا كشف الارقام وبتعرفك النمبر محظور ولا لا، بس بطريقه مختلفه. يعني زي ما انت بتشوف مثلا رقم طار مثلا بواسطه مش عارف مين، او الجوكر زي مزعج زي الكلام ده. تمام، حرفيا يا صديقي انا جاي لك بنسخه اقسم بالله اخر تحديث، مش هطلب منك تحديث. وطبعا النسخه زي ما انت شايف كده، النسخه بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا النسخه سيبها لك في قناه التليجرام، ويلا بينا كده على الشرح على طول عشان ما نطولش عليك. بص يا صديقي، اول حاجه كده هسيب لك لينك النسخه دياتي في قناه التليجرام، وطبعا طبعا الشرح كده الاول للاخر، عشان طبعا النسخه باسورد لك رقمين في رقمين. اما الناس بقى اللي بتقول انت مش بتقول الباسورد، اقسم بالله يا حبيب قلب اخوك انا بقول الباسورد عادي. انا قبل ما انزل الشرح بحط الفيديو على المونتاج وبسمع الباسورد هل انا قلت ولا لا. تمام، طبعا هسيب لك ام تي. ليه ام تي؟ عشان هخليك تعرف يا صديقي، بدل هي النسخه مثلا باسمي هخليها باسمك، وتعرف تغير الاسامي وتعرف تغير الوانها وهكذا. تمام، طبعا النسخه ديت هتفتحها زي ما انت شايف كده. طبعا النسخه زي ما انت شايف كده حاجه كده اقسم بالله جامده. طبعا هيقول لك نورت النسخه يا غشيم. تمام، طبعا هتلاقي اللوجو بتاعنا زي ما انت شايف كده اهو. طبعا لو دوست كلمه المزعج اليوتيوبر كده هيحولك على اللمبر ده كده، يفتح لك مثلا الشبكه كده وارجع لك من تاني. طيب يا صديقي كده بعد ما فتحت لك كده البيانات بتاع الهاتف كده، وتعال نجرب كده النسخه مع بعضنا زي ما انت شايف. طبعا انت اول ما تدوس على كلمه مزج اليوتيوبر كده اللي تحت دي خالص، اللون الاحمر دياتي كده، هيدخلك على النسخه كعادي كانك هتسجل النمبر بس مش اكتر. تمام، طبعا انت تحط مثلا اي نمبر يكون عندك شغال او مش شغال. تمام، يعني مثلا احط لك اي رقم اهو. تمام، اي رقم كده عشوائي. تمام، اي رقم اهو قدام عينك. لحظه واحده كده اهو، هنحط مثلا اي رقم مثلا اهو بالشكل اللي انت شايفه ده. شايفه يطلع لك ايه؟ زي ما انت شايف كده يا حبيب قلبي، ما يقول لك شايف لما هو الرقم كده هو اصلا شغال، يقول لك المزعج قال لك هفكه يا ليفا. تمام، طبعا انت عادي تغير الكلام ده عادي. تمام، مش شرط تخلي النسخه باسمي. تمام، طبعا بيقول لك ما تعملش نوش تاني عشان هلبسك، وزي ما انت شايف اللفظ كده، وعلى حسب كل ده انت تعرف تغيره عادي الكلام ده. تمام، وخليك تغيره في قلب الفيديو يا حبيب قلب اخوك. تمام، طبعا ده لما يكون النمبر لسه شغال. تمام، طبعا لو انت مثلا الرقم لما يكون محظور هيظهر لك لحظه كده، اجيب لك اي نمبر كده محظور كده على السريع وارجع لك من تاني. جبت لك نمبر كده يا صديقي كده محظور، ده رقم اي واحد من المتابعين. تمام، طبعا بيقول لك خش شوف الرقم شغال ولا لا. تمام، ادوس كده يا صديقي ويقول لك زي ما انت شايف كده اهو، تم كذا مثلا وهطردك وتمام وبالشتيمه بالكلام ده. وزي ما انت شايف كده. تمام، تعرف انت برضه تغير الكلام ده بواسطتك انت مثلا باي كتابه انت مثلا حافظها. تمام، طب هتغير الكلام ده كله ده منين؟ تمام، يعني هتدوس الغاء كده اهو، نطلع كده خالص، هنخش على الام تي متجر ده اللي هسوي لك يا صديقي مع النسخه. تمام، ندخل كده على الام تي كده، هندوس عندك على الثلاث شروط اللي هي من فوق دي، ثلاث نقط كده، وهتدوس عندك يا صديقي على كلمة اكسر اللي هي ديتي اي بي كي. تمام، هتدوس عليها كده، وهتنجي التطبيق اللي هو بالنسخة ديت اللي هي معانا اللي انا هسيبها لك. تمام، وتدوس عندك، تدوس عندك على النسخة كده، وتدوس عندك هنا كسرت كده اي بي كي، وهتدوس عندك الاوك كده. تمام، هتدوس عندك طبعا على دي الكلمة ديت اللي هي على الشمال دي، تدوس عليها كده عادي. بعد كده هتدوس صديقي النسخة هتطلع لك بالشكل ده، تدوس عليها كده عادي ضغطة واحدة، وهتدوس عندك على فيو. تمام، يعني عرض. دوس كده على فيو يا صديقي، هتلاقي النسخه هتطلع لك بالملفات دي اللي زي ما انت شايفه. طبعا انت يا صديقي مالكش دعوه باي ملفات من دول، ما عليك يا صديقي اللي انت هتدوس على الملف الاصفر ده اللي انت شايفه. تمام، تدخل كده على الملف الاصفر زي ما انت شايفه كده، وتدوس عندك على الكلمه اللي هي الثانيه دياتي. تمام، وزي يطلع لك بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، طبعا لو انت حابب تغير الوان النسخه زي ما انت شايف، مثلا النسخه باللون الاحمر زي ما انت شايف كده اهو. تمام، الخطوط الحمراء دي وكل حاجه، لو انت حابب تغير الالوان النسخه صديقي، هتدوس عندك على اخر حاجه من تحت ده اللي هو كوم دوت امير المزعج 1. تمام، اللي اخر كلمه من تحت دي هتدوس عليها كده عادي، وهتدوس عندك فينا صديق على كلمه كلر اللي هي السته من تحت، هتجيب واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، هتجيب السته من تحت، هتدوس كده على كلر، وتيجي عندك على اول كلمه كلر من اللي فوق ديت اول حاجه، وهتطلع بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا يا صديقي النسخه باللون الاحمر. تمام، هتدور كده على اللون الاحمر، هدي يطلع لك بالشكل ده، هتلاقيه تحت على طول اهو. تمام، طب انت تغير الالوان ازاي؟ هتدوس كده يا صديقي تنسخ كده الكود اللي هو الامر بتاع اللون الاحمر ده كده، وادوس عندك على الثلاث نقط اللي هم فوق كده، وادوس على كلمه فلتر اللي هي الثالثه من تحت، دوس عليها كده. تمام، وتحط اللي هي اللون اللي الاحمر اللي احنا حابب نغيره او اي لون تاني. تمام، هتدوس كده على اوكي كده يا صديقي، هيطلع لك باللون بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، طبعا يا صديقي لو انت حابب تغير الوان النسخه بس مش اكتر، تمام، تدوس كده على اللون كده
بعد كده تدوس على كلمه ايه الباك دياتي، تمام. تدوس على كده وتختار اللون اللي يعجبك يا صديقي، اي لون انت حابب تغير تخلي النسخه باللون اللي هو يعجبك بس مش اكتر، تمام. طبعا زي ما انت شايف عايز اللون الاخضر وهكذا، تمام. لو انت مثلا عاجبك اللون الاخضر كده اهو، تمام، هتدوس اوكي كده هتلاقي اللون اتغير معاك. هتغير كل ده مثلا، تمام. تعمل ايه؟ تنسخها كده عادي، تمام، وتروح عندك على التانية وتدوس كده وتحط هنا بيست كده للون الاخضر، وهتلاقي النسخه غيرت الوان معاك. وطبعا اول ما تطلع كده اهو، تطلع خالص، تطلع تاني، تفضل تطلع كده يا صديقي، تمام. وطبعا لما لازم انت لو انت غيرت الوان او غيرت اي حاجه لازم تدوس سيف اند اكسد، تمام. طبعا انا مش هحفظ كده، تمام. دوس اكسد عادي على طول كده، خش على الملف الاصفر دوس كده. طبعا غير لك الكلام بقى، هتدوس عندك على اول كلمه كده فوق. طبعا يا صديقي، تمام، انا هعمل لك حاجه واحده. طبعا انا مش هقول لك ابحث على كل كلمه من دي، تمام. مش هقول لك ابحث عن الجمله دي. هتعمل ايه يا صديقي؟ طبعا انا حاطط قلب احمر زي ما انت شايف كده عشان اسهل لك الامر بس عليك مش اكتر، تمام. يعني انت لو رحت كده على الام تي ودوست كده ودوست كلمه فلتر، تمام. طبعا هتحط قلب الاحمر كده يا صديقي، هظهر لك كل حاجه، كل كتابه في النسخه موجوده قدام عينك، تمام. هتدوس اوكي كده هتلاقيك بالشكل اللي انت شايفه ده. انت شايف، انت شايف يا صديقي كل حاجه طلعت لك بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا لو انت حابب تغير مثلا رقمك رقم الحيوان، خش شوف الرقم شغال، تمام، زي ما انت شايف كده اللي هي الكلمه من تحت دي، تمام. حابب تغيرها عادي يعني، تمام، مفيش اي مانع. تعرف تغير اي حاجه، اسم النسخه زي ما انت شايف كده اهو، عارف تغيره. مثلا نورة النسخه يا غشيم اللي انت شفتها من بره وهكذا، تمام. طب انت لو حابب تغير مثلا بدل اللي هو مثلا المزعج فك نمبرك والكلام ده، هتعمل ايه؟ طبعا لو دوست كده هتلاقي الخيار اهو المزعج قال لك، تمام. دوس كده عادي. طبعا لو انت حابب تغير الكلام تمسح ده كله عادي، مفيش اي مانع. لو انت مثلا حابب الجمله اللي انا كاتبها دي عادي، تمسح مثلا كلمه المزعج كده وتكتب اي حاجه، اي حاجه تكتبها في خيالك. مثلا المزعج اهو، مثلا تكتب اي حاجه يا صديقي اللي انت حاببها، مثلا انت تكتب مثلا الحاكم، اي شخص يا صديقي انت حابب تكتبه او اي اسم انت طالع بيه في المجال. بس كده حبيب قلب اخوك. طبعا اطلع كده عادي وخد عندك اول رقم من الباسورد اللي هيكونوا 20. ركز عشان تاخد جزء تاني. طبعا ده لما يكون النمبر شغال، تمام. هتعرف تلعب في الاعداديه اللي هو مثلا قال لك هفكه، تمام. طبعا انت لو حابب تغير اللي هو مثلا تم مثلا ايه حظرك او تم طردك من الواتساب وكده زي ما انت شايف كده، لو حابب تمسح الكلمه دي كلها تعرف تمسحها وتكتب اي جمله انت حاببها بس مش اكتر، تمام. وبس كده حبيب قلب اخوك. وده كان تعرف تعديل على النسخه وتغير الاسامي وتغير طبعا اي حاجه وتغير الصور وهكذا وتغير الوان والكلام ده. وبس كده حبيب قلب اخوك. وطبعا انا هسيب لك قصد النسخه دياتي مع نسخه الام تي دياتي في ملف واحد. وخد عندك اخر رقم من الباسورد اللي هيكونوا 05. وبس يا حبيب قلب اخوك كده اهو. لو انت استفدت من الشرح طبعا ما تنساش اللايك والكومنت اللي شبهك، وما تنساش يا حبيب قلب اخوك كده تشترك وتفعل زر الجرس ويوصلك كل ما هو جديد. وعاوزك يا صديقي كده تاخد لفه في القناه، اقسم بالله بننزل حاجه فوق العظمه. بشوفكم في فيديو جديد، وسلام.